قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كلهم قعدوا وورد كانت قاعدة قدام عمر وبصة للكتاب ومش فاهمة حاجة. انتي ازاي مش فاهمة دي المفاهيم الأساسية؟ انا مش عارفة الأساسيات. فعمر طلع الكشكول بتاعه وقعد يشرح لها، وبعد شوية عمر أخد باله ان هي مش بتتكلم وبتبصله بس. ايه في ايه؟ ازاي بتحل أسئلة صعبة كده وراسك حلوة كده وانتي مش قادرة تركزي دقيقة واحدة بس؟ يلا هكملك ركزي. وبعد شوية نوران وورد دخلوا الحمام. ورد بدأت تظبط الميك اب بتاعها وفجأة لقت نوران بتغسل وشها، وكان باين هي قد ايه حلوة وما بتحطش حاجة على وشها. وورد قالت في نفسها محظوظة فعلا. ورد صح، انتي وعمر بقيتوا قريبين من بعض امتى؟ اصل هو من النوع اللي صعب يتعرف على اي حد. هو كده احنا قريبين؟ مش متأكدة فعلا، يمكن حابب يساعد علشان زي ما انتي شايفة انا زي الزفت في الرياض. ممكن عمر من النوع اللي مش بيساعد حد، معرفش. ماشي يلا بينا نخرج. وبعد ما خلصوا وخرجوا قال محمد بفرحة بما انه كان اول يوم اجتهاد لينا لازم نخرج نروح النادي. حلو، ده انتي مخططة، يلا نمشي. وسبقت هي ورد ومحمد. مش هتيجي صح يا عمر؟ لا عادي هقعد شوية. نوران بصتله وهي مستغرب. ماشي. ووصلوا كلهم النادي والبنات ومحمد قعدوا يرقصوا ويغنوا. وبعد شوية ورد خرجت علشان تروح الحمام، بس وهي ماشية سمعت واحد قاعد في أوضة بعيدة وبيغني وصوته حلو أوي وحاولت تشوفه بس ما عرفتش تعرف هو مين. وبعد ما مشي كان يوسف هو اللي قاعد في الأرض لوحده في اجتماع لنجيب والد عمر. كان كل الموظفين متجمعين وأول ما دخل الكل قعد يسأل ما جيتش هنا بقالي كتير علشان كده في وشوش كتيرة مختلفة. فعلا انت من قريب احلى بكتير، بجد انت حلو. نجيب لي السكرتير بتاعه عايزك تجيب عشاء لكل الموظفين علشان عايزة اتعرف عليك. يلا اتفضلوا علشان نبدأ الاجتماع. منى قامت علشان تشرح العرض. اقترحنا نعمل ألبوم للفنان فريد علشان قرب الذكرى السنوية الوفاة، وهيكون من الأفضل إننا نواسي جمهور لما نقدم حاجة زي دي، وعلشان لسه في أغاني ليه بتحقق أرباح خيالية بعد وفاته، فالأحسن نخلي أغانيه كلها في ألبوم واحد وهيكون أحسن للكل. ولقينا عنده أغنية بس للأسف اللحن لشخص اسمه ليه وإحنا مش عارفين هو مين، فمش هنقدر ننزلها غير لما نعرف. ورد بتبص من شباك الحمام لقت الموتوسيكل بتاع يوسف. مش ده موتوسيكل يوسف؟ هو قريب من هنا ولا ايه؟ وراحت جري عند الموتوسيكل. أيوة هو ده بتاعه. هو رجع برضه يسوق تاني وفضلت تضربه برجليها. انا هكسره علشان ما تسوقهوش تاني. يوسف في الوقت ده شافها وراح عندها بسرعة. ايه اللي انتي بتعمليه؟ لا لا انا ما بعملش حاجة. انت ايه اللي عملتيه فيها؟ انا ولا لمستها، ما جيتش يمتها ما تقلقش. بجد؟ وفجأة ورد شافت عمر وشدت يوسف بسرعة. تعالى هنا شوي. ايه في ايه؟ خلينا نتكلم هنا كويس. هو الموضوع سري للدرجة دي؟ اه. ورد ويوسف واقفين مع بعض وفجأة جه الولاد اللي كانوا بيجروا وراه. الله الله، يوسف هنا؟ عاوز ايه؟ وايه اللي جاب؟ قصدك ايه؟ ورد افتكرت لما كانوا بيضربوا يوسف. ورد لنفسها ليه جم هنا؟ هتتصرفي ازاي يا ورد؟ بس ايه ده جايب بنت معاك المكان الفاضي ده؟ نيتك فيها ايه يا صايع؟ يوسف زق ورد بعيد عنه. يلا امشي من هنا. ورد في نفسها اعمل ايه انا دلوقتي؟ ومرة واحدة مسكت ايد يوسف وطلعت تجري. امسكوهم واوعوا تسيبوه. وطلعوا كلهم يجروا وراه وهي بتجري هي ويوسف. عمر شاف والنار قادت من عينيه وكان هيتجن. اقفوا بقولكوا. يوسف هو اللي بقى ماسك ايد ورد وبيجري بيها، وعمر طلع يجري وراهم هما كمان علشان يلحقوا. يوسف وورد استخبوا والشباب وعمر فضلوا يجري لحد ما لقوا الطريق بقى مسدود ويوسف وورد مش موجودين، بس لقوا عمر. ايه ده؟ مين ده؟ خلاص مشي. مش انا قلتلك امشي وسيبيني؟ هيفكروا ايه دلوقتي؟ هيفكروا ايه يعني؟ مش شايفة ان الموضوع غريب لما بنت تسحبني كده؟ وربنا غبي. ورد وهي بتصرخ يعني بنقذك وبتقول عليا غبية؟ وانت غبي اكتر مني. نعم، انت مين وجاي ورانا ليه؟ عمر مردش عليه وجي علشان يمشي مسكوه. مفكر نفسك هتمشي؟ انت صاحب يوسف، اوعى من وشي. اهدى يا جامد، مش كده هسيبك تمشي لو جبت لي يوسف هنا. وانا اعمل كده ليه؟ اكيد هيجي هنا لما صاحبه يتصل بيه
مش هيرد عليا، جرب وريني، هاتوا التليفون مني. واحد منهم جاي علشان ياخد التليفون من عمر. عمر مسك ايده. انت بتمسك ايدي؟ وجاي يضربه عمر، ضربه بالبوكس في وشه، وكلهم هجموا عليه وحاولوا يضربوه، بس كل ما كان حد يقرب منه عمر يضربه لحد ما كلهم مسكوه. وواحد ضرب عمرو بالبوكس في وشه. انت عارف انت بتتعامل مع مين؟ انت عايز تموت ولا ايه؟ وفجأة عربية البوليس جت وطلعوا يجروا كلهم، وورد ويوسف رجعوا عند النادي، ويوسف ركب المكنة بتاعته، بس ورد جريت عنده بسرعة قبل ما يمشي. في ايه؟ عايزة ايه تاني؟ ينفع تسلفني 20 جنيه؟ لا، طلعت ملقتش البنات وتليفوني ومحفظتي معاهم، واعمل لك ايه يعني؟ احسن تستاهل، انا انقذت حياتك، ورد الجميل وهات فلوس اروح. لا، روحي بيتكم ماشي. حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم والمفتري، ويخرب بيت القسوة يا جدع. وبعد ما مشيت شوية قال لها يوسف استني، اركبي ورايا قبل ما اغير رأيي. بجد؟ وركبت وراه وماشي. واول ما وصلت عمر كان قاعد عند المكتب، وشاف ورد وهي راكبة ورا يوسف. شكرا، يلا مسحي الصورة. ورد: يا نهار اسود، يعني انا اعمل كل ده علشان ما تتقابلوش وفي الاخر تتقابلوا؟ حسبي الله. انت تاني يا عمر بتوصلها البيت ليه؟ بجد؟ وانت ليه مستنيها هنا؟ احم. طب ايه رأيكم كل واحد بقى يروح على بيته؟ الوقت اتأخر، روح انت من هنا وانت من هنا. وفجأة منى جت وخبطت في ورد، وكانت مش في وعيها من التعب. عندنا شابين حلوين؟ هو انا مين ودخلت الجنة ولا ايه؟ منى فوق، الله يخرب بيتك فوقي هتفضحيني، مش وقت تعب. منى زقت ورد وحطت ايديها على يوسف وعمر. يلا تعالوا معايا يا ملايكة. يا لهوي اختي اتجنني، فوقي بقى من النبي هتفضحيني. خلينا ناخدها على البيت. وانا مالي، إيه اللي هيخليني اخدها معاك؟ وسندوها هما الاتنين وهما بيتخانقوا، وخدوها على البيت على طول. لما تفوقي هقتلك. وردي خلاص وصل. شكرا بجد، مش هنسى المعروف ده. وهما بيسيبوها كانت هترجع على يوسف، بس هو زقها على عمر ورجعت على عمر، وفايت ودخلت على البيت وسابت عمر وورد ويوسف وهما مصدومين. وعمر ما استوعبش اللي حصل، وورد كانت في نص هدومها. ورد جريت على عمر وقلعته الجاكيت. يا لهوي يا لهوي، اسفه والله العظيم يا عمر، هغسلهولك حلو قوي وهجيبهولك، ولا اقولك هحرقه وهجيبلك واحد جديد. يلا سلام سلام. وسابتهم ودخلت البيت. يوسف قعد يبص لعمر وهو قرفان منه، وبعدين مشي. وهما عند الشارع قال يوسف: عمر هو انت معجب بورد؟ نعم. ايه مش معجب بيها؟ قولي انت الاول اللي بتلف حواليها، هو انت معجب بورد؟ وفيها ايه؟ بفكر ادي نفسي فرصة. وبقوا هما الاتنين بيبصوا لبعض بتحدي. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.